رايحه فين يا بنتي؟ ما الكرسي قدامك اهو. الله. بقول لك. ما تقوليش، اسكتي. طب هو المكان ده مش بيفكرك بحاجة؟ ايوه يا اختي بيفكرني، بس بقول لك ايه، انا مش عاوز محن عشان نفضل بقى نقعد نفتكر وايام ما اعرفش ايه والجو ده، عشان انا مصدع نازل اقعد شويه اشرب فنجان قهوه، فمش عاوز رغي كتير. هتفضلي ترغي بقى يبقى يلا نروح. استنى طيب اسمعني. استنى. عايز اعرف حاجة بس، هو احنا ليه ايام الخطوبة حاجة وايام الجواز حاجة تانية خالص؟ عشان يا اختي ايام الخطوبه كان الواحد فاضي ما عليهوش التزامات، لكن الجواز حاجه تانية، خراب ديار، فاهمه حاجه؟ يعني جمعيات وايجار واكل وشرب ومصاريف والتزامات، موال كبير. طب وايام الخطوبة ما كانش فيها كل ده؟ بالعكس. انت عارف المشكلة في ايه؟ ولا في الجواز ولا في الخطوبة، المشكلة في البدايات. كلنا بنتجنبل بنطلع احسن ما فينا. ليه ما نعيش حياتنا كلها كده ما دام بنبقى مبسوطين؟ انت عارف يا ياسر، لو كل زوج وزوجة عايشوا حياتهم كأنهم فترة البدايات، الحياة عمرها ما يكون فيها ولا حزن ولا نكد ولا هم. هيعرفوا يحلوا مشاكلهم براحتهم. خلاص يلا بينا نروح. استنى، ممكن لو سمحت تقعدي؟ اصل لسه ما سمعتش منك.